السلام عليكم الإخوان. الفيديو اللي كتبان فيه السيدة لابسة كسوة قصيرة كتعرض للتحرش جماعي من عدد ديال القصيرين في شوارع طنجة. الفيديو انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر اللي خلى عناصر الشرطة وديال ولاية أمن طنجة مساء يوم الأحد كتشد واحد القصير يبلغ في العمر ديالو 13 سنة حيث تورط في هذه القضية اللي كتعلق بالتحرش الجنسي واستعمال العنف، ومازال الأبحاث والتحريات جارية باش يوقفوا البواقي المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. خليكم مع الفيديو وما تنساوش تخليو لنا نتوما رايكم الفعال. ما يجيش شي واحد شي موسخ ويقول لي علاش تلبس داك اللبس، وسير ديها في امك وديها في اختك وديها في بنتك، حضي بنتك، سير تحكم في بنتك بعد من بنات الناس. ما حشوماش عليكم، هذاك خاصو 10 سنين للواحد، اقل حكم 10 سنين للواحد، كندوي ومغلغل. الله يمسخ اي ام واي اب مغربي ما مربيش ولادو، والله يمسخكم. كتعرفوا يتبلطوا هادشي اللي كتعرفوا، واش ما كتربيش ولدك على انه ما يمسش عباد الله؟ دابا هاد الجيل هذا هو اللي غيكبر، دابا هاد الجيل هذا هو اللي غيعود يكون عندنا مستقبل، وانا كنقول المغرب راه تقدم. ملي شفت هذاك الفيديو حطيت راسي وحطيت اختي وحطيت الناس اللي كنعرف هذاك الموقف. هذيك البنت باش غتكون حسات، تكون لابسه اللي بغات، دير اللي بغات، هادشي ما كيعطيكمش الحق، ما كيعطيكمش الحق انكم تعاملوا البنت بهذيك الطريقه. ديرها اختك، ديرها امك، ديرها مرتك، ديرها ما نعرف شنو. كيفاش يعطيكم الحق انكم ديروا البنت بحال هكا في الشارع؟ باش عرفتوا هذيك البنت الله يستر دابا تقدر تمشي دير شي حاجه في راسها. حشومه نكونوا 2024 وحنا على ابواب 2025 وباقي عندنا ناس دايرين بحال هكا في الشارع. عباد الله في الشارع تعطوا على الدريه بحال هكا وتحيدوا لها، طلعوا لها حوايجها بديك الطريقه. واش نتوما ناس؟ شنو نتوما؟ شنو عندكم في هذيك العقل؟ شنو عندكم في هذيك العقل؟ وشنو الدور ديال الوالدين اللي والدينكم؟ شنو الدور ديال الامهات ديالكم؟ وشنو الدور ديال الاباء ديالكم؟ راني شفت هذاك الفيديو عباد الله راني بغيت نتسطى. حشومه عليكم. هذاك اللي كيصور بعد، هذاك اللي كيصور كيفاش عطاه قلبو انه يصور هادي، كيشوف بنت كتهان، واش ما بقاش النخوه في الناس، ما بقاش الرجله، ما بقى حتى شي حاجه كاع. اللي كيصور الناس دايزين راجعين كيطلعوا من الفوق بحال كيطلعوا على مقابله ديال الكره، كيشوفوا بنت كتعرى. المشكل الكبير براش صغار جالسين كيعريو البنت، جوج بنات جالسين كيعريو بنت، وهي جالسه تطيح وينوضوها، يتعاملوا معاها بحال شي حاجه، شي حيوان ماشي بشر. ما كيفكروش انه هذيك راها بنت واحد المراه وواحد الراجل واخت واحد السيد وبنت عم واحد السيد واحد اخر، وغيشوفوها الناس بديك الطريقه. كيفاش هي دابا غادي تقدر تخرج امام الجيران؟ المجتمع ما غيرحمهاش. اللي غيعرفوها يقولوا راه هذه هي اللي عراوها في الشارع. حتى هذوك اللي كيعرفوها جيرانها ما غيرحموهاش، يقولوا هذه هي اللي عراوها في الشارع. رجعنا واحد المجتمع خبيث، كنتحقروا على المسكين، كنتحقروا على الضعيف. كانت ضعيفه بوحديك البشر وكلشي كيتحقر عليها، والناس جالسين كيضحكوا ويتفرجوا. عيب والله الا عيب هادشي اللي وصلنا له. احكا هي اللي لابسه صايه، احكا هي اللي لابسه شورت، احكا هي اللي لابسه. اتس نيفر هو اللي حمار، هو اللي ما مربيش، هو اللي خاصو تعاود ليه التربيه، هو خاصو يمشي للخريه يتربى، هو اللي خاصو يمشي للحبس، هو اللي شمكان. ديك الحماره في سيدي قاسم اللي حيت كانت لابسه صايه ولا حيت كانت لابسه معامي. دوك الدراري الصغار بيان ايفيدامون مثلا عدنان، الدراري الصغار مساكن حتى هما كانوا لابسين صايه، لابسه مزيان، لابسه كسوه قصيره، دبر راسها، عندها حوايج سير، تلبس اللياقه. انت ما عندكش حق تمشي تقيسها ولا تحيد ليها حوايجها، هذيك كتسمى السيبه. عاد المغرب غيولي دابا يدفع الثمن غالي لعدم الاستثمار في المجتمع. هادشي اللي غيعطي، ومازال غيزيد يعطي شي حوايج. ما حنا كنزيدو في الاعوام، ما حد هادشي غيزيد ماشي غير غيدوبل، غيتريبلا. ما غيبقاش الامان، ما كاين لا سيكوريتي والزنقه، غيزيد التحرش. هادشي كامل كله غادي يزيد، حيت المجتمع ما كاين حتى شي استثمار فيه. كاين غير ولاد اطلاق، والفقراء كيولدوا بزاف، والناس المكلخين تيولدوا بزاف. ايوا صافي. السنوات الاخيره ولينا كنشوفوا الفساد خطير جدا من طرف هاد المراهقين، هاد البراش، لان بطبيعه الحال يعني ما كانش تربيه في الدار. يعني الوالدين كيعرفوا يولدوا ويطلقوا الزنقه، دونك شكون اللي يقدر انهم يربيهم؟ العيب بالله. كيتسناو من المدرسه مثلا انه تربيهم، كيتسناو من الامن مثلا انهم يربيهم. فالوالدين صراحه كيتحملوا المسؤوليه ديال هذا الشيء اللي كتشوفوا في الشارع. شوفوا اكبر انجاز يقدروا يديروه المغاربه هما كيربيو ولادهم. ملي كنشوفوا هاد الشجره كيصرى هادشي تاع طنجه ربي ولدو، كتكوني غاديه كتمشي كتلقاي ولد عنده 5 سنين ضرب مش جابو في السوق، داك المش مشى دابا. كتكوني غاديه كتشري كلاب. واحد المره انا خارجه حدا كنت حدا عندنا الفاتي في وسط واحد كان مسكين كيجري، بقيت نقول مالو، درت لي قلت ولاد خارج من البلاصه كيضربوه بالحجر. ما عندناش الثقافه نتاع الاحترام لا الاخر، لا واحد مختلف عليك في البشره نتاعك، لا واحد مختلف عليك في الشكل نتاعك، لا واحد مختلف عليك في
الدين نتاعك في الجنسيه نتاعك حيوان ما نعطاوهش. راه عيب وعار، ولكن الحاجه اللي بقات فيه هو بنادم كيشوف وما قادر يدير والو. اول حاجه الدري يديرها غلط، غادا ما لابساش مزيان، حنا متفقين عليها وحنا بلاد مسلم وخصنا ننصحوها ماشي نتبسلوا عليها، ننصحوها وكنهبطوا علينا وكنكملوا الطريق. هادشي حنا ما عندناش في اسلوب الحوار، بنادم كيجي يتبسل، ولكن الله يهدي الشباب والله يهدي حتى البنات في الوقت. ولكن الدراري كانوا مديرين غلطه كثار من هي ب1000 درجه ويعاقب على القانون وعلى الحبس وعلى 5 سنين ولا 10 سنين ولا ما عرفتش كثر. خاصهم يتعاقبوا باش هادشي ما يتعاودش. الدوله ما عندها حتى شي حاجه، الدوله ما كتقولكش، الدوله كتقول لك غتربي لك البراوش، اخرتهم غنمشيو للحبس. هي التربيه اللي كاينه حنا، الدوله هذيك التربيه غدير لك، ربي في دارك هذاك الولد يكون عطيتيه تعطاه في دارهم، يعيش بين بواه ومو، يعطاه واحد الاحترام ويحترموه ويعطيوه واحد منزله في دارهم ويتهضر ويتسمع. ما كانش يخرج نتفق هادشي اللي داك التصرف موت هذاك البراش بلا ما طلعش تبكي. شتي انا منك نقول لي سلخ البراوش دخلو يتربى، لا غيدير لا حياته غدا لا هو ضايع هذاك البراوش ما مربيش، خاصو يتربى. داكشي اللي وقع لديك البنت البارح في طنجة نقدر نقول عليها بنت مغربية في أي بلاد ماشي بالضرورة طنجة، لأننا حنا مجتمع ولد وطلق، الوالدين ما كيربوش، ما نقولوش هي الأم بوحديتها اللي ما كتربيش، راه حتى الأب